يقول المثل: من طول الغيبات جاب الغنايم. واليوم غنايمنا كبار. اليوم راح تكون غنيمتنا ضحى العريبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبدو من قناة برو ماكس. رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد. بارا طولت عليكم، والله بعتذر، والله حق على راسي، والله بعتذر، لكن ظروف، والله ظروف. رجعت لكم اليوم، راح نحكي عن ضحى وقصتها مع الشيخ. ضحى اليوم مع الآن مع الشيخ، صحيح يعني صار القصة فترة مو كتير، يعني صار لي كم يوم، لكن أنا مو عندي ظروف، فما حسيت مباشرة أنزل فيديو، فحبيت أنا أنزل. مشكلة ضحى والشيخ، طبعا ضحى الصراحة أبدعت بعد ما اتطلقت من ميكس، أبدعت وهي وكانت الصراحة يعني أبدعت. حجاب موجود، الحجاب موجود صراحة، عبتصونه، نحكي الصراحة عبتصونه. يعني شي برفع الراس. ضحى بعد ما طلقت من ميكس، عرفتوا، بعد ما صارت ترند وانشهرت أكتر ما كانت هي مشهورة، فطبعا انشهرت، يعني إجباري تكون هيك تضل على حالها؟ لا يا حبيبي، انشهرت يا عمري، مستحيل انشهرت. كيف يعني تضل هيك مستورة وكذا؟ مباشرة تعرفت على واحد أجنبي اسمه كانيتا، وصار يطلع فيديوهات وما فيديوهات، وقصة طويلة، هي بدها فيديو لحالها، بده بس فيديو لضحى وكانيتا. هلا قصتنا اليوم مع ضحى وكانيتا، قصتنا اليوم على قناة ضحى والشيخ. خلينا نشوف شو صاير بيناتهم. بس قبل ما نبلش بالفيديو، لا تنسوا أول شي الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تاني شي تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. ومن قناة بروماكس بقول لكم استمتعوا. بما أنها ذكرت مفسر أحلام ومشاكل النساء وذكرت أن أصيب بالمرض الخبيث، فخلاص تقصدني، ما في داعي ألف وأدور. أول حاجة، نحن ليس من عادتنا التكلم والعياذ بالله بما قلت واتهمتي. نحن لنا الظاهر، بمعنى آخر حينما تتراقصين على ترندات مع الرجال، تتراقصين مع كنيتا، وأنا ما كنت أحب أذكر الأسماء، تتراقصين مع هذا وهذا وغير لباسك، أنا ما أحب أتدخل ولا أذكر بالأسماء الأشخاص ولا الأعيان، لكنك أنت اضطرتيني، واجب علينا نتكلم. يا بناتنا احذروا من هذه، فهذه تدعو لكذا وكذا وكذا، فنحن تكلمنا بما رأينا، لم نتهم. ثاني حاجة، لما تقول يمكن الله صابك بالمرض لأني تكلمت، بالعكس أصلا لو صابني بالمرض لازم لو افتريت عليك أخاف وأعتذر لك، لكن تخيل الحين أنا مصاب بالمرض وأتكلم وأقول لا أنت كذا وكذا إلى النهاية. زين. والمسألة الثالثة، يوم تقول يمكن بنتك عملت، أنا ما عندي بنات، يا ريت عندي بنت، أمنية حياتي أن تكون لي بنت، بس للأسف ما عندي، بس الله يرزقني، ولو كانت عندي بنت لن تكون مثلك، مستحيل. وبالنسبة لما تقولي ربما أخته كذا، ربما أي واحد يتكلم علي ربما أخته، لا 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 لا، أختي لا ترضاك خادم أبدا، بالعكس، نحن أمة، وأنت تعلمين الدم، أنا أصولي أردنية وجنسيتي إماراتية، تعرفي كيف الدم الأردني، فما يحتاج أقول لك. فلهذا نحن الشرف نفتخر به، وشرف خواتنا وشرف النشميات نفتخر به. فإياك أن تقارن نفسك بأسرتك، تقارن أسر الأردن بك، لا. فلما تقولي أخته عملت له صدمة، أخته، أنا لست كأخيك، فأمور كثيرة، فلا تضعي نفسك في خانة الاصطدام معي، نصيحة. هذا مجرد رد خفيف جدا، وأنا رايق على فكرة، وإلا عندي ردود أقوى من هذه بكثير جدا. يا ريت عندي بنت، لكن أعدك لن تكون بمثلك ولا بتربيتك. وخواتي صلى الله يرفع قدرهم ويعلي شانهم ويطول أعمارهم، مهما كان ومهما صار لن يخرجوا عن إطار شرف أخيهم وأبيهم.
سيحافظون على سمعتنا أيا كان. فحاسبي وتذكري زوجة وما زوجة، سواء كانت عندي زوجة أو ما زوجة، إلى النهاية طهرها الله فهي طاهرة، شعر لا ترى منها، نصف شعر لا ترى. علمتي؟ محافظة على بيتها وأبنائي، تصون عرضي وسمعتي، ولا تتراقص تتمايل مع الرجال. نحن لسنا، احنا فعلا احنا مصدومين. تدري ليه احنا مصدوم؟ مو لانه كما قلت ربما اصطدم اختي، لا لا، احنا مصدومين منك لانك انت عكس بنات البشريه كلهم، عكس طبيعه البشريه، عكس طبيعه البنت الرصينه العربيه المسلمه المحافظه، انت عكس المله. كمان احنا ما تكلمنا عليك تتراقصين، الله يجعلك تتراقصين للصبح، اخر همنا انت. احنا نتكلم على ترويج الفساد، احنا عادي نحبه وكذا، احنا نتكلم عن ترويج الفساد. في بنات غيرك كثير برضه ما تكلمنا عنها، برا شخصيه ما يخصني، لكن تشريع هذا لا. احنا البنات الاخريات ما تكلموا عن ترويج العمله الرقميه، النصب والاحتيال، تروجتي لها. احنا تكلمنا عنك لانك تروجين للفساد، تروجين للنصب والاحتيال. عرفتي ليه؟ فنصيحه لا تصطدمي معي، نصيحه اهل، خليكي في حالك. لان احنا لو تكلمت اوجع كثيرا، فهذا مجرد رد خفيف. علمتي؟ طبعا هذا الزلمة جد أنا بحبه، ويعني شفت له كذا موقف على التلفزيون وعلى البرامج. الزلمة دغري، عرفته؟ دغري. الزلمة بيحكي صحيح فيديو شوي طويل، بعرف طويل، بس حبيت أحطه للأخير مشان تفهموا القصة. الزلمة عم بيحكي شي واقعي وشي نظامي، فراح أحطلكن رد ضحى على هذا الشيخ، أو خلينا نقول على هذا الزلمة، ما نقول على هذا الشيخ، خلينا نقول على هذا الزلمة. راح أحطلكن رد ضحى وشوفوا، وراح أرجع لكم أحكي لكم. اللي نعم فيه كله غلط، أنا وطليقي كنا نعم فيه غلط. أنت ما تحاول إنك تحكي فيه وتزيد الغلط، يعني تزيد تشهر بالموضوع. أنت كمان شهرته عنده أكيد يتابعوا فيك شيوخ، يتابعوا فيك ناس في برامج، كمان زدت شهرت الموضوع. يا شيخنا في ناس في فلسطين مستحقين إنك تدعم. أنا إنسانة في الأخير قاعدة بسوي غلط في البرنامج غلط. انت اذا كان لو قلت لي انك بدك تطلع برنامجك ترند، كان جيت لعندك وانت شو برامجك؟ ان النسوان تكلمك وتحكي لهم مشاكلك، تحكي مشاكلهم وانت تشوف لهم حل. فرحت ما جاتكش ضحى، رحت انت حكيت عليها. انت كبير وتفهم يا شيخنا. كمان رد ضحى كمان ردت بشي محترم، عرفتوا؟ ما أساءت، يعني ردت بشي محترم. كمان ضحى نظامي شغلة لحد الآن. هلا أنا برأيي إنه ضحى زودتها شوي، بحيث اللبس، بحيث الكلام، بحيث الفعل، بحيث كتير شغلات. ضحى كتير زادتها، وخصوصي يعني ضحى بنت محجبة، عرفتوا؟ فالحجاب لازم إنه البنت تحترمه، يعني تحترم الحجاب اللي لبسته. لكن ضحى لا لا لا، كسرت كل القواعد. يعني بربكم شوفوا الفيديو، يعني راح لكم فيديو شوفوا ايش العلاقة بالحجاب كرمال الله، بس شوفوا. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este, este o este, échale saliva, se fue, este o este, échale. كلبس عم تلبسه، ككلام عم تحكيه، وككذا، فما له علاقة بالحجاب الصراحة يعني. كسرت القواعد ضحى. كمان كانت قلت لكم بده فيديو خاص لإله هو ضحى، لكن شوفوا لي الفيديو اللي طالعين بس مباشر مع بعض وكلام ومسبات ومدري شو. ضحى جدا تغيرت، مسبات وكذا بس مباشر، صحيح شي بغزي وشي بخجل. شوفوا لي اياه. Mierda. Mira lo que le enseña R2, gente. Se malcriado. Puta madre. ¿Qué mierda le enseña? Yo hago sapo.
¿Quién le ha enseñado a decir eso? ¡Kahba! Yo, gracias. No, okay, bye. Bye. ¡No! ¡Yum! ¡Yum! Griñito. You my love, Habibi. Habibi. Nita. Ma. Why did you say it today? Can't. Ka. Can't. Kahma. Mira, Kahma, gente. Listen, no say this, okay? Okay. Sorry. No repeat. Perdón. ما بعرف، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلنا لزمن جد صار نخاف منه. وصلنا لزمن ما عاد في خجل ولا في حياة ولا أي شيء. فلا تغزونا على المناظر اللي حطينا لكم إياها، ولا تغزونا وجعنا لكم راسكم. بس حبينا بس نرجع للفيديوهات. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. طبعا يا شباب بدنا دعم شوي. دعم ما في، عم نتعب بالفيديوهات، والله عم بتعب مونتاج وفيديوهات وجيب فيديوهات وقصص وحكي يعني ترى الكلام اللي عم بحكيه أنا ممكن أعيده 200 مرة حتى أحكيه والله. يعني أنت بتسمعه مرة، لكن أنا أحيانا بعيده 200 مرة حتى بس يطلع الصوت تمام كذا تمام. فقدروا تعبي وحطوا لي لايك واشتركوا بالقناة. أهم شي تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات. أحبكم كثير من قناة بروماكس. بقولكم السلام عليكم يا شباب. آخر كلمة، أحبكم. السلام عليكم.